حضراتكم قمتم بتعريف أنفسكم ومن أنتن. اسمحوا لي أيضا أن نتبادل التعريف. إن أهل دمياط هم أكثر شعب من شعوب محافظات مصر حفاظا على التراث المصري القديم، ودمياط هضمت التراث الفرعوني مع التراث القبطي مع التراث العربي الإسلامي في عادات وتقاليد. والاحتفال بفيضان النيل أو بعيد وفاء النيل كما كان يطلق عليه في دمياط كان شاهد على هذا الأمر، إزاي انصهرت العادات الفرعونية مع القبطية مع الإسلامية في آن واحد. كانت طبعا بتخرج النساء في المراكب، ودي عادة فرعونية، وبيحتفلوا على هيئة زغاريد وغناء، ودي عادة فرعونية. ثم تقوم الأمهات كبيرات السن بتغطيس أبنائهم في نهر النيل المياه الجديدة لتكون هناك بركة المياه الجديدة، ودي تشبه عادة الغطاس أو عادة المعمودية عند الأقباط. ثم يقف النساء والرجال يدعون الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله أن يبارك لهم في النيل هذا العام، ودي كانت عادة إسلامية. المرأة أيضا في دمياط كانت مرأة عاملة، وكانت أقدم امرأة عاملة في قيا مصر كان في دمياط من بدايات القرن العشرين وما قبله. كانت المرأة بتشتغل في دمياط في الصناعة، على الرغم من أنه كانت المرأة في ذلك الوقت المصرية في خباء المنازل، ولكن كانت المرأة الدمياطية لها أعمالها ولها مشروعاتها ولها عملها الخاص، وبالذات في مجال الصناعة. كان بيجي الحرير على شكل بالات عبارة عن كور معقدة بتيجي من بر الشام، تنزل على المصانع، بيوزعوها على العربيات الكارو، بتروح البيوت، بتدي لكل سيدة ببيتها الحصيلة بتاعتها أو الكمية بتاعتها، وهي بعد كده بتقوم بفرد هذا الحرير وتسليمه مع مغرب اليوم إلى المصنع أو إلى النول أو إلى الورشة. في معلومة يمكن برضه عايزين نقولها، إن دمياط بما إن المرأة كانت بتعمل فيها، بنجد إن دمياط لم يكن بها بحمد الله وبفضل الله بيوت للبغاء. حتى أيام التصريح الرسمية لم تكن تلك الظاهرة موجودة في دمياط، نظرا لأن المرأة كانت تعمل وتكسب من عمل يدها. طبعا لقب دمياط في الوثائق الرسمية الثغر المحروس، وكان حتى بيسبق لقب قاضي دمياط مجموعة من الألقاب الفخيمة حتى نصل إلى قاضي ثغر دمياط المحروس، لأن طبعا كلمة المحروس دي كانت دعاء للبلدان اللي ممكن تكون عليها العين أو معرضة لعدوان أو إلى آخره، فندعو الله سبحانه وتعالى بالحراسة. فكان طبعا دمياط معرضة من هجمات روم إلى صليبين إلى حملات فرنسية إلى آخره، فكانت طبعا بتاخد لقب دمياط المحروسة زي ما شفنا في وثائق المحكمة الشرعية. حركة الترجمة المصرية لم تقم في عصر محمد علي كما يعتقد البعض، إنما قامت في دمياط هنا في القرن ال17 1650. كان في عندنا أمير جمرك اسمه باسيل فخر أو وسيل فخر. هذا الرجل أتى بالمترجمين من القدس، وعلى رأسهم طبعا يوحنا المقدسي، وقام بترجمة عدد كبير من الكتب الإفرنجية سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو اليونانية، ومخطوطات تلك الترجمات موجودة. ولو كانت الطباعة ظهرت في ذلك الوقت كانت دمياط قدرت تقول آدي مطبوعاتي، لكن تلك المخطوطات المترجمة هنا في دمياط كبداية أولى لحركة الترجمة المصرية موجودة بفضل الله، ومعمولة لها أبحاث علمية، وقدرنا نحصل بحمد الله على عناوينها وعلى الكتاب اللي اتألف عن هو طبعا كتاب أجنبي عن حركة الترجمة في دمياط كحلقة أولى من حلقات الترجمة في مصر قبل عصر محمد علي. قصة مؤسفة حصلت سنة 1968، إنه كان في زيارة لأحد المسؤولين الرسميين في دمياط لمعهد دمياط الديني، وللأسف الشديد هذا المسؤول رأى مكتبة المعهد، مكتبة معهد الجامع المدبولي مليئة بالمخطوطات، فبادر بالتواصل مع الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة وقال له عندي كنز في دمياط. وفعلا وزير الثقافة بادر بإرسال لجنة لمراجعة تلك المخطوطات، ووجدوا مخطوطات غاية في الندرة كان لا يوجد منها إلا تلك النسخة الوحيدة اللي موجودة في مسجد المدبولي. وتلك المخطوطات للأسف الشديد غادرت دمياط إلى القاهرة ولم تعد حتى الآن. دمياط تاريخها مثل الجبل اللي موجود في البحر، ما يطفو على السطح أقل بكثير عما هو موجود تحت الأعماق. المهم نبحث عن صدفات وجواهر ولآلئ. تاريخ دمياط نغوص قليلا ونتعب قليلا، لأن دمياط فعلا تصلح.